اهلا بيكم في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنقدم لكم البطاطس بطريقة مختلفة خالص. 3 طرق تختاروا اللي حضراتكم هتحبوه منها: بطاطس شيبسي، او هاش براونيز، او كور بطاطس مقرمشة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. شايفين مقرمشة قد ايه؟ وديت كمان، ودي بنقدمها على شكل وافل. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنحتاج 5 بطاطسات لأول وصفة عندنا اللي هي الهاش براونز. هنبدأ نبشر البطاطس بالمبشرة العادية. الوصفات دي حلوة قوي، بتنفع على سفرة رمضان، تنفع في الفطار أو في السحور. هنعملها بطريقة سهلة جدا وهتطلع ناجحة معاكم 100% إن شاء الله. هنحط البطاطس اللي بشرناها في حلة على النار. هنضيف عليها المية المغلية لحد ما تغطي البطاطس، يدوبك تغلي غلوتين كده، يعني من دقيقة لدقيقتين بالكتير، ونرفعها من على النار. شايفين دلوقتي هنطلعها خلاص، احنا مش محتاجينها تستوي سوا كامل. الطريقة دي بتخلي الهاش براونز جميلة جدا ومقرمشة على الاخر. هنبدأ نصفيها، نطلعها في طبق عندنا، ونشوف بقى هنعملها الخلطة ازاي ونقدمها ازاي. بعد ما صفيناها كويس من المية، هنبدأ نجهز الخلطة. هنحتاج معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من البابريكا، 4 معالق كبار نشا، و4 معالق كبار من الدقيق، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبيضة، وهنبدأ بقى نقلب كل الحاجات دي مع بعض. العجينة دي حلوة جدا وبتنفع حتى الولاد في المدارس، هيحبوها جدا لأنها مقرمشة كده وطرية من جوه، وهنقدمها بشكل حلو جدا. بنقلبها كويس لحد ما المكونات كلها تختلط ببعض.
وبعدين هنبدأ نشكلها. انا هنا هجيب طبق كده وهفرش فيه بلاستيك عشان هبدأ اشكلها، وهحطها في الفريزر علشان استخدمها في رمضان. يا دوبك 10 دقايق قبل الفطار بتتعمل في مكنة الوافلز، مبتاخدش وقت خالص، او بتتعمل في الاير فراير او نقليها في الزيت، مفيش اي مشكلة. شايفين انا بشكلها بالشكل ده، ممكن نشكلها اي شكل حضراتكم تحبوه. هي العجينة حلوة جدا وبتطلع طعمها جميل بأي شكل. ممكن ناخدها بالشكل ده زي ما هو ونحطها في مكنة الوافلز، بتاخد الشكل بتاع الوافلز عادي وبتطلع مقرمشة جدا. هنرش بقى مكنة الوافلز كده رشة زيت خفيفة للناس اللي ما بيحبوش القلي والحاجات دي، عشان ما تطلعش تقيلة في رمضان. وبعدين هنبدأ نشكلها. بس يا دوبك نفردها كده ونشكل التانية كمان. شايفين شكلها حلو ازاي، سخنة مقرمشة جدا جدا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، واستنوا معانا لاخر الفيديو عشان تشوفوا الشيبسي المقرمش وكمان كرات البطاطس المقرمشة. هنبدأ نعمل الشيبسي وبالراحة عشان ما تتعوروش زي ما حضراتكم شايفين كده. هنحطه في مية باردة البطاطس بعد ما اتقطعت، وهقول لكم على اسرار الشيبسي المقرمش على الاخر. هنحط حلة على النار وهنحط البطاطس الشيبسي كده اللي احنا مقطعينها، وبعدين هنغليها مع مية طبعا مغلية لمدة دقيقة، يا دوبك دقيقة. ده بيخلي كل النشا اللي في البطاطس بينزل والبطاطس بتطلع مقرمشة جدا. دلوقتي بقى هنطلعها من على النار ونصفيها في صينية كده على ورق نشاف، وننشفها كويس عشان ننشف كل المية اللي فيها، وبعدين هنبدأ نقليها. نبدأ نقلي بقى في زيت عميق ونشوف البطاطس بقى المقرمشة بجد، وعاملينها في البيت. مش هتصدقوا اللي حضراتكم عاملينها في البيت، جربوها صدقوني هتعجبكم جدا.
وحلوة وصحية جدا للولاد بدل الشيبسي اللي بيتباع بره. وتبلوها بالبهارات اللي حضراتكم بتحبوها. خلاص كده هنطلعها ونصفيها، نصفي كل الشيبسي ونحط عليه بقى اي بهارات احنا بنحبها. شايفين مقرمش جدا. انا هنا هحط عليه يا دوبك رشة بابريكا ورشة ملح، مش محتاجة اكتر من كده. يلا بينا نعمل كرات البطاطس المحشية جبنة والمقرمشة على الاخر. هنحتاج 5 بطاطسات هنقطعهم اي تقطيع حضراتكم تحبوها، ونحطهم على النار يتسلقوا. البطاطس دلوقتي جاهزة، هنشيلها من على النار ونبدأ نهرسها كده بالشوكة او بالهراس الكهرباء. هنحط نص كوباية دقيق
نص كوباية نشا، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من بابريكا، معلقة صغيرة من فلفل الأسود، وبيضاية، وهنقلب كل ده مع بعض. بعد ما عجناها كويس واتكونت عندنا عجينة طرية زي ما حضراتكم شايفين كده، هنبدأ نشكل كرات البطاطس بالجبنة الموتزاريلا او كرات البطاطس المحشية جبنة موتزاريلا. هنبدأ نجهز بقى الخليط اللي هنحط فيه. ده طبعا انا عاملة بيضتين مع نص كوباية لبن، وده ضربت التوست في الكبة، ممكن نستخدم دقيق بقسماط عادي، ودي جبنة الموتزاريلا اللي هحشي بيها. وهنبدأ نشكل الكور حسب الحجم اللي حضراتكم عاوزينه. هنحشيها كده بالجبنة، ممكن نحشيها بالجبنة القطع عادي او اي نوع جبنة احنا عاوزينه، ونعملها على شكل كورة. هنعمل واحدة كمان. هنبدأ نشكلهم كلهم الأول وبعدين نحطهم في الخليط. دلوقتي بقى هنحطهم في البيض مع اللبن ده مع فلفل اسود انا حاطاه عشان يضيع زفارة البيض. هنطلعهم ونحطهم في البقسماط. الكرات دي بتطلع لذيذة جدا، جربوها وصدقوني هتعجبكم جدا، مقرمشة وطعمها حلو جدا. هنعمل كل الكمية.
هنبدأ بقى نغلفها بالبقسماط كويس عشان نجهزها. ممكن نعملها في الاير فراير او نعملها في الزيت. الزيت على النار يكون حامي طبعا. هنبدأ نجهز الكرات دي، وانا الباقي هحطه في الفريزر. مفيش اي مشكلة، يتقلى قبل الفطار او قبل الاكل ب10 دقايق. لان البطاطس عندي مسلوقة قبل كده فما بتاخدش وقت خالص على النار. هنبدأ نقلبها لحد ما تاخد اللون الذهبي وبعدين نطلعها. شايفين هو ده الشكل اللي انا عاوزاه. هنصفيه ونطلعها بقى عشان نقدمها بالشكل الحلو. اخر واحدة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ ما شاء الله. ممكن كده نعمله بلاتر لوحده كده، طعمه حلو جدا وشكله جميل وطريقة جديدة لتقديم البطاطس. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اشوفكم في اكلة جديدة. مع السلامة.